ضيفي اليوم هو إعلامي ما استخدم ظهوره على الشاشة حتى يسلط الضوء على نفسه، وإنما حتى يسمع للناس اللي ما حد سامع صوتهم. راح يحكي لنا عن الفرصة الثانية من ناس فقدوها قبل ورجعوا خلقوها من جديد بتعافيهم من المخدرات. برنامجه مو بس ينقل قصص المتعافين من الإدمان، هو يوثق وجع ويكشف صراع. اسمه صار معروف لأن اختار أن يشتغل بالمساحات المسكوت عنها. حلقة اليوم من حلا بريك راح نسمع من عصام كشيش. قالت لي خلينا نروح المكان عملي، مركز تجميل 800 متر بالمنصور. قلت حكيتي عفتش على راحتي، يعجبك ما يعجبك ثمان لا الله محمد عليه. هو حتى الحبوب بالنهايه تعاطي يعني ادمان. شيء يصير العراق ما مر اكو اصغر من 15 سنه. مو برات مجتمعنا بشع الى هذه الصوره. بنيه قالت لي انا اشوف ابويا ياخذ حبوب، بس ذولا يثق بيهم، بس ذولا يسمعهم، بس ذولا يقتنع بيهم، ذولاك بعد اكس عليهم. واقول له هذا مدمن وطاب وانت تجربه. اول شيء يقول هذا هيك جايبينه يشورون عليه. يعني صارت 10 صارت 20 صارت 100 300 اتصال باليوم. نريد نتعالج، فمو مهم انه اشتهر ولا كان ببالي ابدا ولا ولحد هاي اللحظه احكي بيها بالله العظيم. عصام كشيش ويا هذا التاجر اللي ممكن ان يهدد. اريد اخبر على التاجر الفلاني، لا نخلي الجانب المهني والاعلامي يضغى على جانبنا الانساني. صح. استاذ عصام كشيش، بالبدايه شلونك؟ بخير تمام. اذا انت بخير الحمد لله. هو البرنامج فريندلي، ما أعرف شلون راح نخلق الفريندلي ويا عصام كشيش اللي احنا نعرف انه ظهوره على الشاشة دائما هو يعني مثل ما نقول واقعي حقيقي، ما بي أي شيء يدعو للطرفة. لا هذا الظل يوم مقدم البرنامج باعتبار المساحة مفتوحة ومدى ذكائه هو وين يسحب الضيف إلى المنطقة اللي يريدها. مو هي أنت المنطقة اللي بيها شوية خطرة يعني. خطرة صح. تخوف. بس أنا بطبيعتي يعني حتى بالبرنامج هو نفسه هذا اللي تحكينا عليه حكاياتهم تلقائي أكثر من اللازم. طبيعي يعني أنا هاي أسئلتي الطبيعية وحواري هو ربما تكون شخصيتي. واحد من أصدقائي اللي هم الآن بألمانيا من طلع البرنامج بالبداية وصارت بيه شهرة وكذا، فكتب بالتعليقات بإحدى المقاطع قال لي أنا هذا عصام كشيش وأنا هذا اللي أعرفه. هو بالشارع هيك ويانا يحكي وكذا. يعني هاي كانت مقصودة يعني ما أعرف هي مقصودة ربما، بس يعني هو جزء من العمل الإعلامي إنه الإنسان يكون تلقائي ضد إنه يكون متكلف. أنا دائما كنت مرات أحاضر لبعض المعاهد الإعلامية للطلبة، فأقول لهم العدو الأول للمقدم البرنامج إنه يكون متكلف ومتصنع. قد ما يكون تلقائي وطبيعته هو، قد ما يعني ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب، الناس تحبه وتتفاعل وياه. قد ما يكون طبيعي هو ما هو يعني نفسه ما يتغير. زين، هو اليوم الإعلامي لازم يكون مؤثر على السوشيال ميديا. يعني صارت الشاشة مثلا ما تكفي لك كإعلامي أن تنجح، فيتجهون للسوشيال ميديا، يدي يشتغل كمنصات. حتى الإعلام التلفزيوني هسه هو التلفزيون بدأ ينحصر، مثل ما الجريدة انحصرت، مثل ما الراديو بدأ ينحصر فقط بمجال السيارات. صح. بالازدحامات نشغل الراديو، ما حد يشغل راديو بالبيت نادرا يعني. أبدا. بينما قبل ما كان هيك، قبل الناس كانت تقرأ صحف يومية ورقية، قبل الناس كانت تتابع راديو هي بالبيوت. وأثناء الحروب اللي مرت علينا الناس حاطة إذنها أجدادنا وآبائنا يم الراديو يدور مونte كارلو حتى يسمع. يعني هاي علاقته بالراديو. هاي بدأ الراديو ينحصر، الجريدة تنحصر، والتلفزيون أيضا بدأ ينحصر. ربما بعد 10 سنوات ما حد يشوف تلفزيون. أنا واحد من الناس ما أشوف حلقاتي على التلفزيون نهائيا. يعني إذا أتابع تلفزيون أتابع يا إما مباريات لعبات المنتخب العراقي أو الفريق اللي أشجعه أنا بالدور الأوروبي، أو أتابع فيلم أجنبي مثلا ممكن أنا أختاره وأتابع. التلفزيون بدأ ينحصر. اليوم الإعلام الرابع أو السوشيال ميديا مثل ما تفضلت حضرتك هو تقريبا المؤثر عند الناس. اليوم أنت تعتبر نفسك إعلامي عنده رسالة، لو قضية، لو هي مجرد مهنة أنت دخلت بها خلاص يعني؟ شوف خليني أقول لك في الشيء حتى لا نكون كلش مثاليين. أنا ضد فكرة أنه الفنان الرياضي الإعلامي أنه نحمله أكثر من طاقته. يعني شلون نحمله أكثر من طاقته؟ خلينا نحكي لك في الشيء. كاظم الساهر مثلا هو من صغره يحب العود. صح. يريد يصير فنان، يريد يعبر عن نفسه، ما عنده كل تبني للرأي، ما عنده، ومو بالضرورة أنه هو لازم يحمل رسالة أمة أو رسالة شعب أو رسالة إنسانية. هو حتى مو باله يمكن الشهرة،
بس بباله انه يغني ويقدم فنه للناس، هو هذا الفنان. او واحد احمد البحراني نحات من الصغر يسوي ينحت وكذا وما شنو، هو مو باله يشتهر ويطلع وكذا ولازم تحمله رسالة. فانت مرات احنا نحمل الفنان رسالة انه انت يجب ان تسوي كذا. شايفه بالازمات بالحروب بالكذا، صح صوت الفنان، صوت الرياضي، صوت المشهور او المؤثر هو المؤثر بالناس، هو المطلوب انه من عنده، بس هو مو واجب عليه، مو واجب صح. ما مجبور انه يطرأي بكل قضيه، ما مجبور. حتى الاعلامي يعني انا هسه هواي مرات يدخلوا لي اصدقاء تصير احداث سياسيه عسكريه بالمنطقه، تصير احداث بالعراق، تصير هواي اشياء صح. فيدخل لي واحد من الاصدقاء اقول لك عصام شو ما كتبت بوست؟ اقول له ما مجبور اني اكتب على كل شيء، مو لازم صح. ما انا اكو يعني انا ادخل على الفيسبوك 200 واحد كاتب على انه هذا التليفون لونه اسود. انا اجي 200 واحد شو اسوي يعني؟ مو انت لك جمهوريه، لي جمهوري، بس انا ايش اريد اضيف للقضيه؟ هي القضيه جوهرها المتناولة، القضية ما بيها تفرعات هواية. مثلا أحيانا تكون مسألة حدية صح وخطأ، حق وباطل، فكلها كاتبة مثلا حق أو كلها كاتبة باطل، ما راح أضيف شيء أنا إذا أثر. لكن هذا طبعا ما يعفي المؤثر والمشهور أنه يكون صاحب رسالة. هذا جانب الإنساني، مو بعنوانه كونه فنان أو كونه صحفي أو كونه رياضي، لا، هو كونه إنسان يفترض أن يحمل رسالة إنسانية ويؤديها. إذا كان عنده عنوان الشهرة، أكو فرق بين أنه واحد يكون مؤثر وواحد مشهور. أكو واحد مشهور بس هو ما مؤثر، بس مؤكد المؤثر هو مشهور، المؤثر هو مشهور مؤكد يعني، ولا شلون راح يأثر يعني إذا ما عنده قاعدة وشهرة وكذا. المؤثر ضروري انه يوظف رسالته الانسانيه من خلال عنوانه صح، يكتبها، بس هو مو لازم مجبرا عليه حتى من حمله اكثر من طاقته. هسه انت من خلال كلامك استلهمت فد شيء يعني هيك بيني وبين نفسي. قلت تاني يعني فلان وفلان وفلان حكى عن هذا الموضوع، بس أنا يعني مو إلا أحكي. يمكن هو هذا سبب خلاك تدخل ببرنامج حكاياتهم، تجربة يمكن أو برنامج أنا أعتبره يعني تجربة مختلفة. مختلفة. ليش مختلفة؟ هو أكو ناس بالوطن العربي، يعني بالعراق ما أدري، بس أكو ناس بالوطن العربي سوت لقاء ويا مدمنين على مستوى الوطن العربي أحكي لك، بس أكو واحد بيهم طلع وجه المدمن؟ لا. هاي النقطة بالذات أنا أكدت عليها، إنه أنا أريد أطلع وجه المدمن. ليش؟ هو هذا السؤال. طبعا ليش أنا ما كانت غايتي إنه البرنامج يكون مشهور، غايتي كان البرنامج يكون مؤثر. هسه حكينا على التأثير والشهرة. المدمن عالمه خاص. واحدة من علامات الإدمان إنه هو ينعزل عن أهله، عن أصحابه الجيدين، عن إخوانه، عن زوجته، عن محيطه. وين يميل لجماعته اللي يدمن وياهم أو يمارس عملية الإدمان. بس ذولا يثق بيهم، بس ذولا يسمعهم، بس ذولا يقتنع بيهم، ذولاك بعد اكس عليهم صح نهائيا. فمن اطلع له واحد بالتلفزيون ومغوص صورته، واطلع له واحد يحكي وياي من الظهر واقول له هذا مدمن وطاب وعنده تجربه، اول حكايه شو يقول؟ هذا هيك جايبينه، لان هو عايش منطقه وهم واسعه، فيقول هذا جايبينه حتى يشورون عليه. انا بالحلقات الاولى مطلع وجهه ويقول لا هذا متفق وياهم. يعني دول المدمنين يكتبون بالسوشيال ميديا، انا اعرفهم المدمنين يعني من خلال تعليقاتهم فيقول هذا متفق وياهم. هاي اول حلقتين 3 4، بعدين صارت 10، صارت 20، صارت 100. لا مو معقوله يتفقوا ويا 100، ما معقوله يتفقوا ويا واحد. وين الفكره كانت؟ الفكره انه نقنعهم. شلون تقنعهم؟ المدمن من يطلع يحكي يقول انا شافيت وتعالجت، تجيني من تطلع حلقه والله العظيم قسما بذات الله، هذا التليفون افتح سبيكر وانا حاكيها، اتريق واتغدى واتعشى واطول الحمام انا فاتح سبيكر احكي ويا الناس. لان تجيني فد 400 اتصال 300 اتصال باليوم. اريد نتعالج، اريد نصير مثل هذا، تعبنا كافي، انقذني. ناس تبكي، شباب حلوين يقبلون يعني، وشباب باعمار ناضجه يعني مثلا 30 سنه و32 سنه وعشرينات، المفروض الدنيا زاهيت له، يقول لي تعبت، ما عندي، ما اقدر اكل لقمه، ما اقدر انام، طفلي ادفعه، طفلي او طفلتي انا اللي قاتلت ويا حبيبتي حتى انجب من عندها طفله تمثل مشروعي،
واذا بي انا ادفع الطفله ما استقبلها، ما اتقبل حبيبتي زوجتي اضربها اقتلها وابيع غراضها. واحد قال لي يعني زوجتي الاهل رجعت لقيت البيت كاشي، كل شيء بعت الغساله والتلفزيون، بعت بيتي. ف من تطلع الحلقه يطلع وجهه ويحكي ويقول طبيت الناس تتصل تريد تجي. لذلك يمكن ورا 3 أشهر ورا شهرين برنامج حصل جائزة الهلال الذهبية، وفي وقتها وراها بشهر خابرني مستشار رئيس وزراء رواني بالجروب مع رئيس وزراء ويا المستشارين. رئيس وزراء على مقطع باتشي، واحد من المقاطع باتشي، فقال له عصام شي يريد هذا الرجل وفروا لي اياه. قلت له انا كل شيء ما اريد، بس البرنامج بدل ما حلقه بالاسبوع خليه يصير حلقتين. ليش حلقتين؟ قلت له لانه اذا 100 يروحون للمستشفى بالحلقه الواحده سيروحون 200، واحنا نريد ننقذ الشباب. صح. يعني انا رحت للمستشفى يراجعوهم باليوم 5 أو 6، المستشفى تكفي 150 واحد او 135 واحد، مستشفى مركز القناه، والعطاء كان ب50 سرير بس ب4 أو 5. من بديت اسوي اللقاء قاموا يجون 10، صاروا 20، صاروا 50، صاروا 100، صاروا أكثر من العدد اللازم. قاموا يعطوهم تأجيل ورا يومين يراجعونه، ورا أسبوع يحجزون، صار حجز أسبوع. ناس قام تيجي تتعالج. هو هذا الهدف، خلص أنا جاي. هو وظيفة الإعلام هو تسليط الضوء على المناطق المظلمة. صح. خاصة الجوانب الإنسانية. ناس تريد تخلص، يعني تعرفين شنو، هو يمتلك الإرادة بس ما عنده القدرة. زين أنت شلون تقنع هذا الشخص اللي هو بمجتمع محافظ وينقد أي شيء ويتشلب بأي شيء، وتقنعه وتقول له لازم تطلع بصوتك بالشاشة؟ شلون هاي؟ صح. شنو هاي القدرة؟ صح. شوفي هسه احنا حكينا أول مرة على التلقائية، أنه الإنسان كل ما يكون صادق ويا ذاته كل ما يكون يعني متقبل من قبل الآخرين. أنا حاكيها بأكثر من لقاء. أول 3 حلقات تصورها رحت المستشفى العطاء، رحت قبل رمضان بشعبان رحت، ويفترض من البرنامج رمضان يعني. فطبعا هاي متفق وياهم قبل اسبوع، طبعا هذا مو قبل اسبوع، انا قبل شهرين مفتر محافظات العراق، رايح صلاح الدين والبابل والديوانيه. يا هل اقول لي ما اطلع، انت تحكي صدق؟ انا اطلع بالتلفزيون اقول انا مدير مخدرات. اي اهلي وعشيرتي وناسي صعبه. زين رجعت لمدير القناه قلت له ما حد يطلع، يصير نطلعهم يعني بس كمامه طلع وجهه. قال يصير، لكن البرنامج يفقد 70% من قيمته. صح. قلت له زين خلنا نحاول. بعد رحت المهم من هناك رحت مستشفى العطاء، قالوا وي اكو ناس تصور وياك يابا. اوكي اتفقنا على يوم، رحت بهذا اليوم نزلوا لي 3 لابسين كمامات. قلت لهم اني ما صور بكمامه. قالوا لا احنا ما نصور الا بكمامه. احنا قلنا زين ورطوني، انا مطلع فريق كادر وياي تصوير وكذا. قلت لهم اني اطلعكم، انا ما اتعامل ويا المدمن على انه مجرم، انا اتعامل وياه على انه ضحيه، واتعامل وياه مو بضحيه بعطف، انا اتعاطف معاه بس اطلعه بطل، لانه هو بطل حكايه مو بسهوله يتخلص من قضيه الادمان. اي واحد مو بسهوله، انا دائما اقولها صعب جدا تخلصه من حاله الادمان. فقلت لهم اطلعكم ابطال، انتم يحتاج توصلون رساله. حكينا عن الرساله انت حضرتك، مو بالضروره تكون من مشهور ومؤثر، شخص صادق. واحد من عندهم قال لي نزع الكمامه، قال لي انا اطلع وياك. طبعا ذول الثنيين اللي وياه ظلوا بهتانين، قالوا له انت ما تستحي تطلع بالاعلام وتقول اني. قال لهم حكايه جدا عظيمه اللي هسه اذكرها. قال لهم انا ما استحيت من تعاطيت، استحي هسه من شافيت. قال لهم انا هسه شافيت، خلي انقذ الناس، خلي اطلع اقول انا صار وياي هيك وهيك، وبعدين الله كريم. باللحظه هم اقتنعوا. ليش اقول لك التاثير بيناتهم؟ صحيح. قالوا احنا هم نطلع ما يخالف. صورت وياهم 3 حلقات، رجعت طاووس هيك بالسياره كيف فرحان. 3 حلقات يا الله، انا مطلوب من عندي 21 حلقه 25 حلقه، بس 3 حلقات زين خوش بدايه. قلت لهم باكر اجيكم، فاي واحد عندكم فوق بالردهات يريد يطلع هم قولوا لي. يعني اظن تكمل، هذا كان هو المفتاح بالضبط، اللي هو اني اخذ الموضوع من باب انه انت بطل، انت لازم اكو بعد اسباب اخرى سنجي عليها.
بس انا جاي اشيل الحادثه الاولى شلون صارت. فذولا مو صعدوا لرتها قالوا لهم لقاء حلو وحكوا ويانا على ذكريات وعلى كرة القدم وعلى الطبخ وعلاقتنا بزوجاتنا وكذا، وعن شلون انه ادمنا وشلون تعالجنا. زين. وطانا درع، بطل الحكايه درع، وطانا مكافاه ماليه. فاجيت ثاني يوم لقيتهم كلهم يريدوا يطلعون يتعاركون، احجزنا يعني. فقمت احجز اسماء، يا الله يا نعمه الله صدق كذي. بدت الحلقات نبور الحلقات يعني بعدنا ما عارضيها. فمن سوينا البرومو مال البرنامج حكيت ويا حيدر النعيمي اللي هو ابو جائزة الهلال الذهبي. قلت له انا راح اقدم برنامج راح تطلع. قال لي عصام من تطلع الحلقات دز لي 3 حلقات حتى ادزها للجنه ويحكمون عليها. قلت له ولا ادز لك 3 حلقات، ادز لك حلقه واحده كلش كافي، انا راح افوز. قال لي شنو هالثقه هاي؟ قلت له والله برنامج، قلت له عظيم، مو عظيم لانه مثلا اقتنع انه انا اقدمه، لا انا شيء صغير جدا بعالم الاعلام، بس هي القضيه انسانيه، قضيه مهمه. قلت له قضيه مهمه. فما ادري انا حركت المايك. ف قال لي نشوف، وبالفعل يعني بوقتها اخذت جائزة هذا. فهي شلون قنعتهم. الصدق احيانا الانسان يكون صادق، واحيانا يعني هو بالتاكيد قبل كل شيء هو توفيقات من الله سبحانه وتعالى. انا اؤمن انه المحرك الاساس لهذا الكون، الموجد الاصلي، هو اللي يحرك الاشياء كيفما يحب لما يريد لنا ان نحب فعلا. بس انت همينه يعني اكيد يعني اتهموك بانه انت سلطت الضوء على نقطة بيها مشاهدات، فعرفت شلون تشتغل عليها. هاي شو وقت تصير؟ هاي تصير إذا واحد هسه جاي الإعلام فد سنة سنتين هم ما يخالف. أنا رجال صار لي 20 سنة بالإعلام، واشتغلت برامج قيامة سواء بالإذاعة بالتلفزيون، ومقالات عندي بالجرائد والمجلات والصحف عراقية وعربية بالمئات. كنت أقدم برنامج عن البرنامج اسمه مرة ومرة عن الأغنية العراقية وتوثيقاتها والشاعر والملحن. فيقولوا لي أصدقائي، يقولوا لي لو تقدم برنامج سياسي والله تشتهر. أنت عندك طبق الصوت رائع مال الراديو وكذا وفتشي طبق ملامح جدية. قلت لهم أنا ما أريد أشتهر، أنا أريد أنجح. صح. إذا بعد 50 سنة واحد يجي يدور على رياض أحمد اللي يعرف تاريخه، ويجي يضغط على كلمة رياض أحمد ويلقى باليوتيوب فد نص ساعة و3/4 ساعة غنية صح بالمعلومات عن رياض أحمد، عن كاظم اسماعيل القاطع، عن ياسين الراوي، عن طالب القرغلي، فتشي مكثف معلومات خلال نص ساعة أعطيه إياه. هذا مصدر توثيق إله. بعد 20 سنة إذا قالوا أكو والله لقينا مصدر وهذا فادنا الشخص، هو هذا عملي، هذا نجم. فمو مهم إنه أشتهر، ولا كان ببالي أبدا، ولا ولحد هاي اللحظة أحكي بها بالله العظيم ولا ببالي موضوع الشهرة. طبعا هو موضوع لذيذ بالمناسبة. صحيح. إنه أنت تروح المكان دائما تنعرف صورة أو مثلا بتروح المطعم يقول لك لا واصل على حسابنا ويتعارك وياك وما أدري شنو، وشي حلو. أو مثلا أنا هسه جيت من شارع زيونة، جاني ولد شاب صغير هيك فرحان يبيع ورد، فنزلت له الجامعة قلت له هلا وحبيبي شلونك؟ قال هلا استاذ وكذا ومشينا اخذ وياك سيلفي. فلقيته داق على واشم على ايده 1978. قلت هذا شنو الوشم؟ قال هاي مواليد ابويا، انا احب والدي. كلش حلو، يحب والده ويبيع ورد بالشارع. انا هاي الشباب اعشقهم، كلش احبهم، لانه اكو واحد عمره والله يمنا واحد بالحرية يمكن عمره هسه 40 سنة، أنا أعرفه من 15 سنة يلبس زجاجته ويفتر ما يشتغل. تقول له هاي شغلة لا ما أقدر، مشينا عايش على ولده على أخوته يطو ما يشتغل كسول. هو هذا اللي يفرقك عن الإعلام اللي يكون اتكالي اللي يريد الأضواء. شاب حلو ويشتغل هذا أشجعه. يعني أوقف الجانبه وين يعني إحنا ناسين لا نخلي الجانب المهني والإعلامي يضغى على جانبنا الإنساني. صح. يعني أنا مريد من عندي أكون إنسان. صح. أنا هسه من أرجع للبيت ألعب ويا طفلي أصير قرقوز.
ما عندي مشكله. صحيح. يعني ابني يريد يلعب، يعني طفل يريد يلعب او يريد ما يعرف انت عصامك شيء شنو يعني، يعرف ان انا اطلع بالتلفزيون ويشوفنا بالتليفون بابا طالع بس هاي هو هاي ما يعيها. صح. هو يريد يريد يشوفها. من اقعد ويا اصدقائي احشش واضحك ونكت طبيعي. هسه حكينا على شخصيه عصام. هو التلفزيون هو البرنامج، الموضوع يجرك لقالب معين احيانا، بس انت بالنهايه يعني انسان تضحك وتحشش وتغلط وهواي اشياء يعني يتفاجئ اليوم الشخص اللي يشوفك على الشاشه ويعرفك بالحقيقه، يعني يقول هو هذا نفسه. اي بالضبط. زين هسه خلينا نرجع للاكشن، ما احنا نطلع من الاكشن. زين اليوم هو تاجر المخدرات، بغض النظر عن النوعيه اللي يتاجر بها، هو تاجر. نعم. يطلع استاذ عصام كشيش يضرب تجارته ويحاول ان يجيب اكبر عدد من المتعاطين. طبعا شلون يتعامل عصام كشيش ويا هذا التاجر اللي ممكن ان يهدده؟ هو جاني تهديد طبعا. هددوك؟ اي طبعا هواي تهديدات. بالبدايه جتني هواي تهديدات، بس بعدين تعودت عليها. اولا، اثنين، انا بديت اتواصل او هم بدأوا يتواصلون وياي الجهات الامنيه، مكافحه المخدرات، المخابرات، الامن الوطني، يتواصلون وياي، لان اكو ناس مثلا يجيني يقول انا اريد اتعالج، بس انا كذا الضحيه، فما اريد اخويا وجيراني وابن عمي يصير ضحيه، اريد اخبر على التاجر الفلاني، فانا ما اعرف اوصله برجال الامن، اقول له ذولا هم يحلون مشكلتك. فعلا يعني وصلت 1 2 3 هم يتعاونون ويعرفون يوصلون يعني المجاميع عصابات وكذا، ولزموا شبكات هوايه. بس بالبدايه انا ما أعلم، مرات تصير صراع. خلي اسولف لك في السالفه ربما شويه طويله. فاليوم خابرني مهندس قال لي اني زوجتي مدمنه. زين. وقال لي صار سنه من اكتشفت انه هي مدمنه، وصار لها 1.5 سنة هي مدمنه على الكريستال، واحنا ما محتاجين، يعني كلش حالتنا الماديه زينه، وهي يعني فالشيب بروفيشنال بهواي اشياء، وحالتنا الماديه زينه وكذا ما شنو. قال فاريد، قال قنعته، حكيت تعبت كل يوميه. قال فشافت واحد من مقاطعك، قالت لي اريد اشوف هذا الانسان، ممكن؟ قلت له اوكي زين، شو المطلوب من عندي؟ قال اريد تجيني، يعني نلتقي بالشارع بس تحكي وياها. هي ما تقبل حتى تدلي مكانها او بيتها ومكان عملها، تخاف. صح. قلت له اوكي. فاجينا بحي العدل، طبق سيارتي، طبقت وراي سياره حديثه. نزلوا من عندها يعني ولد شاب، بنيه مواليد 95. شابه جميله وحلوه، وقعدوا، وهو الولد مؤدب ومرتب جدا. فوجهت لي سؤال انا ما متوقعه يعني ولا بالي. اول ما صعدت بالسياره قالت عندي سؤال، يعني المفروض انا اسالها، اقول لها انت ليش كذا؟ قلت لها تفضلي. قالت ليش مهتم من خبرك زوجي؟ ليش اهتميت انه انت تريد تعالجني؟ فانا جاوبتها، نحكي على التلقائيه وعلى البساطه، حتى اذا اتهم بالنرجسيه واتهم بالغرور وكذا، انا احكي مالاتي. قلت لها والله انا اعتقد نفسي خوش ادمي. اي والله من الاخير، اي والله اعتقد نفسي خوش ادمي، ويألمني انه شاب او شابه تروح بهذا الطريق، فاسعى انه قدر الامكان امد لي يدي المساعده. قال زين، ممكن نروح نقعد بكافتيريا؟ اخو من نقعد بالسياره. قلت يا رب كيفكم؟ قالت لكم مطعم هنا بالمنصور قريب. رحنا المطعم، طبينا المطعم، فرقه موسيقيه بالحديقه، وجو اجواء صاخبه، وهم عالقين سماعات كبار وكذا وشلون. احكي انا ما تسمعني. قالت لي خلينا نروح المكان عملي. بدت شويه شويه يعني الثق، هي ما كانت ببالها بالشارع فوصلنا المكان عملها، عندها مركز تجميل، جواها 11 طبيب يشتغلون، مركز تجميل 800 متر بالمنصور، أجهزة بروفيشنال يعني آخر موديل، ملايين. البيت واحدة 800 متر بالمنصور هو بكذا، صح، $1,000,000 يعني. صح. سيارة اللي لقيت مالتها BM أو ما أعرف شنو، رانج روفر بالطابقة بالجراج، غير السيارة اللي جتني بيها. إمكانية مادية عالية، إنسانة ناجحة، تمتلك مركز تجميل وكذا. فقالت لي اني
نحكي نسولف، طبتني على الغرف، هاي تسوي هيك، هاي الغرفه تسوي هيك، هاي هيك، هذا الطبيب الفلاني، هذا الحكي بالليل. المركز يعني معزل من 8، قعدنا من 8 ل 11:30 هي تحكي، انا ساكت ما احكي ولا احكي. انت تسمع. زوجها قاعد قبالي، شلون هسه قاعدين انا وياك، وهي قاعده على الميز مالتها وتحكي، وهي قالت اني نحكي على التجار. سالتيني على التجار. قالت التجار ورطوني بهاي القضيه. شلون ورطوك؟ قالت لان انا منافسه لهواي مراكز تجميل هنا، وذول التجار ماشيين شغلهم بضاعتهم على ذولا كلهم، واني اشتغل صح، فما يخلوني، فدخلوني بهذا الطريق. يعني ورطوني عن طريق بنيه وورطوني. فاني اريد اتعالج برا، يعني اريد اخذ علاج وارجع هنا اتعالج برا يعني بالبيت، واريد ذولا تقدر تضمن لي انه ذولا يلزمون؟ قلت لها انا اضمن لك ذولا يلزمون كلهم، طيني اسمائهم وعناوينهم، انا ما ليش علاقه، انا خابر لك على اعلى مستوى بالدوله بجهه مكافحه المخدرات واجيبهم، بس اريد من عندك شغله واحده. هذا حتى صار 11:30 بالليل. قال شنو؟ قلت له العلاج بالبيت فاشل، تروحين تنامين مستشفى 21 يوم، غير هذا ما عندي. قالت ما. قلت لها شوفي ايش قد حكيتي، عفتش على راحتك، يعجبك يعجبك، ما يعجبك ثمان لا الله محمد عليك. قالت اجي باكر المستشفى. يعني اليوم التاجر ايش قال لي زوجها بالباب؟ قال لي صار لي سنه ادق حكي ما اقتنعت. شلون قنعت؟ قلت له ما حكيت، هو هذا اللي عندي حكيته. جاوبته هي، قالت له انا جاوبك. قالت له هذا الرجل من قال لي يعني بالسياره، من قال لي انا خوش انسان. ماكو واحد يشي يمدح نفسه، يعني اقبح الصدق ثناء المرء على نفسه يعني. بس لانه شفته طبيعي جدا صادق حقيقي بهاي الكلمه، فاني خليت نفسي وراه، يعني خلص انتهى الموضوع. فعلا ثاني يوم اجى هو وزوجته والمستشفى ودخلت وتعالجت. يعني متطور التاجر. يعني احنا الفكره العامه اللي انا ماخذتها يستهدف الشاب الصغير، هذا اللي الدنيا مكفخته، يعني هيك يريد ينسى. لا صار لا اكو جهات سياسيه مدمنه ما نقدر نحكي. هاي شو؟ اي طبعا هاي شلون هسه راح بوح. لا اكو جهات تعمل مجال السياسه تعرضت لابتزاز التجار وسخروها بموضوع الادمان. لا الادمان، التاجر دائما يقولون المجرم يسبق الاجراءات الدوله بخطوه، دائما يسبقهم بخطوه. صح. يطلع شغله مو على البال، حفظناها يطلع شغله ثانيه، حفظناها يطلع شغله ثالث. فهو دائما ذكي. احنا ما نتعامل ويا ناس اغبياء. تجار يخافون على نفسهم ومصالح عليا وملايين الدولارات، فمو بسهوله يسلم نفسه ولا بسهوله يتعامل بهالسذاجه هاي. لا يعني هو الموضوع شلون بدا؟ يعني بالعراق اليوم اني لما اجي اريد اشخص موضوع المخدرات من اي سنه بدا؟ يعني بدا من هاي الحقبه السياسيه؟ لا هو قبل 2003 العراق كان معبر للمخدرات يعني. بس ما كانوا متعاطين؟ لا ما كان اكو مو ماكو. هو التعاطي شنو بالمناسبه؟ هو حتى الحبوب بالنهايه تعاطي يعني ادمان. كانت حبوب الوردي والصليب والكذا ذني ياخذون وينحكمون عليهن، يعني محكوم يحكمون هواي بسجن ابو غريب عليها. اللي تعاطى مخدرات كان اعدام بزمن صدام. هو ضحيه خطيه يعني بس ينعدم. فالناس كانت تخوف. فشي يصير العراق ما مر يجي ويدخل يروح لدول الخليج، يعني اكثر شيء السعوديه الكويت هاي الدول القريبه، ومن عندها يتوزع باقي دول الخليج. بال 2003 بعد هذا الانفلات الامني اكو اسباب ربما مو بس فقط اسباب اقتصاديه، يعني هو التاجر طبعا يبحث عن سوق اوسع دائما. اكو اسباب سياسيه احيانا، انه احنا نريد هاي المجموعه تدمن، لأن الأمة أي أمة كانت هي اعتمادها على الشباب، عماد مستقبلها وعماد أي دولة هم الشباب، وهي تستهدف الشباب من 15-35. هاي الفئة اللي كلها طاقة ونشاط تستهدفها حتى تعطلها لا أكثر. فأحيانا أكو أهداف سياسية، والأهداف الاقتصادية طبعا معروفة وممولة وبيها فلوس كلش هواية. فهم يريد يوسع سوق مالته، وعندهم قاعدة أنه المخدرات إذا دخلت لبلد لا تخرج منه نهائيا، وهذا واقع. تنحصر ممكن تقل النسبة بس ما تطلع، يعني اكو 1-2 يظلون يعني موجودين. انت سجلت من 15 سنة، انت كعصام كشيش وهواية حالات مرت عليك، اكو اصغر من 15 سنة تفاجأت انه هذا مدمن؟ اي اكو، مو برات يعني. اكو شنو، اكو مرة بالعطاء
رجل جاب بنته وأبناء 2 يعني عمرهم من 11 سنة إلى 5 سنين. قال ذولا أريد تفحصوهم يعني فحص حتى أكو جسمهم. بالفعل بالفحص تبين إنه هم يأخذون مادة مخدرة اللي هي الفاليوم أو هيك حبوب يعني منومة. زوجته كانت تخونه، كان يطلع للشغل فتنوم الأولاد المادة اللي تحط لهم بالشاي أو بالحليب أو شيء حتى يجي عشيقها للبيت وتمارس رذيلتها. ويقول أجل الأولاد شفتهم قاموا يعني ينامون هواية يخنطلون هواية، وبديت أراقب لحد ما اكتشف يعني. وسألهم قالوا لا ما نعرف، هم تعطينا دائما شاي أو تعطينا حليب أو شربة أو ما أعرف يعني هالشيء. فدقق تابع اكتشف إنه زوجته تخونه. فورا ما دزها لأهلها بدأ يريد يشوف حل الولدة يعني، فجابهم لقوا هاي المادة عندهم للأسف يعني. هو هذا موضوع مهم دائما اليوم يقول لك. طبعا هذه تبين عذرا للمقاطعة يعني. بس هذه تبين يعني أنا ما أريد أبين إنه مجتمعنا بشع إلى هذه الصورة. مجتمعنا بصور مشرقة وجميلة وبصناع جمال وصناع خير حقيقة، بس هاي الحالات السلبية موجودة في كل المجتمعات يعني. صح. للأسف حالات ربما تكون يعني خلينا نقول عليها نادرة، نقول عليها هواي مثل هاي الحالة يعني. صح. أي. يعني هسه هو موضوع المخدرات يعني دائما يقول لك الفكرة السائدة أيضا. طايش شاب يلتم على مجموعة من الشباب الطايشة فيردونه هيجي طريق. زين هنا هسه الأهل يعني هاي حالة من الحالات اللي أنت حكيتها اللي هو الأهل كانوا سبب إنه هذولي الأطفال يكونون بهذا الطريق. أكو حالات ثانية كانوا الأهل مثلا يعني مثلا يشوف عمه يشوف خاله يتعاطى. طبعا يشوف أخوه. ابنية قالت لي أنا أشوف أبويا يأخذ حبوب عمرها 13 سنة وراسلتني رادت تعالج، فقالت أشوف والدي يأخذ حبوب ويشرب، فبديت أخذ من عنده بدون ما يدري لأنه يجيب هواية فأدمنت. طبعا لأنه يعني إحنا نشكل يفترض أنه نشكل نماذج جيدة لأبنائنا. الابن إذا يشوف أبوه أو المرأة أو البنت إذا يشوف أبوها أو الولد إذا شاف أمه مثلا بوضع مزين وكذا يختل عنده يتوازن يعني التوازن الأخلاقي والقيمي يختل عنده. أحيانا يعترض ويتمرد على هذا الواقع، وأحيانا يساق ويا هذا الواقع كأنما هو رفض فهو ينساق يقول لك أنا أروح وياهم وخلاص هاي انتهى الموضوع. هسه غير إنه البنية شافت أبوها، هي البنية بصورة عامة يعني إحنا دائما نشوفها هي الكائن اللطيف الظريف اللي هي دائما يكون عقلها أوعى من الولد. يعني دائما عندنا البنية تبلغ قبل الولد، تكون قاعدة على عقلها أكثر من الولد. يعني شلون تدخل لا البنية أكثر وحدة تقتنع بهاي السالفة موضوع المخدرات. ليش؟ أنا أقول ليش تقتنع من وحدة بس هاي الانتيم مالت. الولد عندهم عقل جمعي. الولد مثلا 5 يابا نروح للكافتريا يلا روح الكافتريا، روح الملعب يلا روح الملعب، ما عندهم شيء. روح القهوة اريد اروح لفلان تصعد باسكلات نروح لهذا، يروحون كلهم سوا. لا اصلا ما يخابر لا امه ولا ابوه. البنيه من تريد تطلع ويا صديقاتها للمول وكذا لازم تقول لهم تخابرها ماما انا الكل راح اروح خاف اتاخر مو لا صحيح لازم لازم طبيعي جدا. فمنو ما عندها يعني عندها صديقات 5 4 بس اكو وحده انتيمه كلش قريبه من عندها. هاي المشكله البنيه تقتنع بهاي يعني هن مؤثرات. وحده تقتنع باللخ شو تقول لها؟ تقول لها اي مو مثل الولد رغم هذا العقل الجمعي يروحون لكل مكان، بس من يجي يعطيها يقول لها هاي حبايه، يقول لها شنو الحبايه اوقف خلنا نفتهم شنو. احيانا يساق واحيانا لا يقول له لا. البنيه لا من تقول لها هاي حبايه على مود الامتحانات على مود تنشطين هو طبعا هيك شيء، او على مود الضعفين رشاقه وهاي اشياء وكذا. طبعا دخلوا البنات بهاي الطريقه كل شوي. واكو مراكز تجميل انغلقت في بغداد لانه تعطي ماده الكبتاغون اللي هي 0.1 كماده على اساس انه هذه منحفه. فهي هاي طبعا هي فعلا منحفه لان تخليك تجوع ما تاكل ما تشرب مي تسهر فدي بتضعف. بس هو بعدين وراها يصير ادمان. يقولوا لك هذه الحبوب انقطعت هاي كريستال والنوب تبدي تبيع وتبيع الاول والتالي وانت تشتغل بمركز تجميل. يعني انا اخذت وحده مصوره مركز تجميل قالت يعطوني $800 انا بالشهر ادفع $1000 على المخدرات.
زين، وبعد ذهبي وبعد سيارتي من وراء السالفه، نوع الحبوب مال تنحيف. وبعدين اكتشفت ورا فتره انه هي توريط، واكو اطباء مرطيهم مراكز تجميل، طبيب مرطينه، مشكله، اكو اشياء مرعبه، اكو معلومات مرعبه عن شخصيات وعناوين مهمه بالمجتمع ما تقدر تحكيها يعني. فاكو هيك توريط. فالبنيه كلش بسهوله تتقنع من صديقتها. اذا جاها ولد قال لها يمكن طبعا لا راح تلزم بريك، هو اذا يجي يقول لها احبك او علاقه خلينا نطلع، هي تفكر 100,000 سالفه صحيح الا توافق. بس اذا بنيه صديقتها خلي احكي لك مثلا بعلاقه الحب، اذا جاها ولد بشكل مباشر وصارحها بعلاقه، لو ترد رد عنيف، لو تقول لها افكر اذا هي فعلا مثلا عندها رغبه. بس اذا اجتها بنيه عن طريق بنيه، الولد دخل عن طريق بنيه وجت البنيه وقنعته وهذا خوش شاب وكذا، تاثر تغير هوايه من الافكار. فالبنيه تتاثر بسرعه، جانبها العاطفي قوي. يعني هنا لازم التوعيه تلعب دور جدا بموضوع جداً. انه البنت جداً. ما تنساق ويا هاي جدا. وهي هاي وظيفه الاعلام، وظيفه المؤسسات التربويه، وظيفه رجال الدين، وظيفه المثقفين الفنانين، انه احنا دائما وظيفتهم انه يخلقون ينتجون الوعي. نصر حامد ابو زيد يقول المثقف هو المنتج للوعي. وظيفتي انتج وعي. يعني انت الان حضرتك تمارسين عمليه انتاج الوعي. صحيح. ليش؟ يعني تلتقين ويا فنان، تلتقين ويا رياضي، تلتقين ويا اعلامي، تلتقين ويا صحفي، تناولين قضيه معينه، فانت جاي تبثين بالوعي، جاي تنتجين، جاي تمارسين دورك الانسان الحقيقي. اكو بنيه هسه الان بعمرك لا سامح الله عليك، اكو بنيه بعمرك ضايعه بالشارع مدمنه وما تعرف وين تطوجها. وهذا الفرق يعني. زين، اني اليوم دائما اقول انه هو الشيء يبدي من قناعه الانسان. اني شلون اقتنع انه اروح ادفع فلوس حتى اخذ هذا الشيء اللي راح يسهرني ويخليني نشطة مثلا، وبعد فترة راح يتحول علي آفة يخليني أنام ويخليني أنعزل ويخليني زين. أنا بهاي اللحظة اللي راح أوصل بيها إنه أنا انعزلت، هنا المدمن راح يعرف إنه خلص أنا ترى مدمن مخدرات، يواجه نفسه. لا مو هيك باي، هذه مثالية. مثالية بالتفكير. هواية يسألون مرات مثلا يكتبون بالتعليقات حلقات شبيه ما عندي عقل، هذا جد مثلا يغلطون عليهم، هذا جد كذا. هذا اقول هذا اللي يغلط عليه اقول جد غبي، هذا ما يدري بالسالفه شنو هي. يتصور انه هذا من تشي وقال لك يلا خلنا نضيع، انا وضعي المادي زين خلنا نروح اضيع بالشارع. مو هيك، هو ما نفكر هيك، مو بهالطريقه هاي. الطريقه شنو؟ الطريقه انه هذه الماده المخدره اللي هي الكريستال اللي دخلت العراق والكبتاغون 01 اللي يتعاطاها مره واحده يدمن. اكو عندنا فضول، انا عندي فضول اليوم ادخن جيجاره، ادخنها وممكن اتركها. عندي فضول أشرب كاس خمر وممكن أتركه. عندي فضول مثلا أروح النادي ليلي وممكن مرة واحدة وأتركه. فضول. فيصير عندي فضول خلي أجرب هاي المرة واحدة وأخلص. هذا الفضول المرة واحدة بعد ما يقدر يسحب نفسه. تشلب يعني شايفة قبضة وتشلب بيه إيد أقوى من عنده فد ب20 مرة هيك شلبت بيه. هذا إذا تخلص من هاي القبضة اللي هي بقد إيده 20 مرة فهذا بطل حكاية عندي. صح. بطل إنه تخلص. فهو مو ما عنده عقل ونتفه حضوره وجوده وشخصيته، لا هو إنسان متعلم، مهندس، طبيب، ضابط، سياسي، قانوني، حقوق، يعني كل العناوين اللي ممكن انه الانسان يفتخر بيها وانزلقت بهذا الطريق. ليش؟ لانه انا قاعد صديقي قال لي بس جرب مره واحده. زين جربت مره واحده وعشت هاي اللذه والسعاده الوهميه، بعد ما اقدر اترك. صح. فشلبت، بديت اضيع شوي. انا اريد اخلص بس ما عندي قدره. اريد بيت بالمنصور 1000 متر بس ما عندي قدره اشتري. اريد احصل مثلا سياره رانج روفر اخر موديل 25، بس انا ما عندي قدره ماليه احصل. فهو يريد يتخلص من هاي القضيه بس ما عنده قدره. فشي يسوي؟ يظل يغرق 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 لحد ما يضيع تماما وينتهي. وبالتالي اذا كان بطل كلش يقول خلصوني يعني. زين هسه اني راح انتقل لفقره اسمها اسئله سريعه، والله حتى نخلص من هذا الضيم والهم صار اكشن. اي طبعا. انا قلبي مره من وراي السوالف والله. انا لما اسمع هاي المواضيع شايف مرات تلقائيا انا هسه اريد اسالك هذا السؤال. بينك وبين نفسك هم تخاف تقول فد يوم من الايام يا ربي لا تخليني اشوف واحد من اهلي من احبابي طبعا واقع بهاي طبعا. انا
كنت امشي بالشارع عادي اشوف، يعني امشي يلاقيني واحد ابو ستوته يدعمني، ما ادري شنو، واحد ابو دراجه يصيح، امور طبيعيه. هسه وراها قمت امشي بالشارع على الوجوه، هذا بمجال، هذا مدمن، هذا لا، هذا والله صرت تكشفهم. زين. صارت عندي ذبحه صدريه قبل فتره، ضغط شكل عندي والله، لانه انا مرات هسه هذا مو مدح للذات، بس مرات تعيش الحاله وياك حتى من ترجع للبيت وتسمع قصص او تخابرك بنيه تقول لك انا وجهالي نايمه جوا الدرج، يعني حتى زوجي طردني وانا نايمه يم اخويا لان انا مدمنه ما اقدر بعد ساعدني، فانا وش بيدي اساعدك؟ يعني امشي اروح المستشفى ما اقدر لان جهالي وياي ما يقبلون، واخويا اذا دربي يقتلني، وزوجي هو معلمني بحيره. زين هاي انت شو تظل شو تسوي؟ سامعه برضا الخياط يقول احرق بروحي حرق وبناري اتشوى، اظل احرق بروحي، فبالتالي تاثر على جسدنا وعلى صحتنا. ولا الله يحميك يا رب الله يسلمك ويبعدنا ان شاء الله. خلينا نروح للاسئله السريعه يلا بسرعه. هذه طبعا ما تحتاج منك غير انه جواب سريع بدون اي تفكير. زين اوكي. اول سؤال يقول لك لو خيروك تختار بين تاثير حقيقي صغير لو شهره كبيره بلا اثر. لا التاثير طبعا اكيد. احنا نتعامل اليوم ويا جمهور ذكي لو جمهور يتابع لأنه فقط هو فضولي يريد يعرف. بين أكو جمهور نوعين، أكو جمهور ذكي وأكو جمهور. لما اختاريت تغوص ببرنامج حكاياتهم كان دافعك إنساني لو من باب إنه هالموضوع مادة دسمة راح تجيب عدد كبير من المشاهدين؟ يعني حكينا بهذا سألتيني وقلت لك كان المهم جانب الإنساني كلش مهم، والمهم حقيقة همين حتى لا أكون كلش مثالي إنه أقدم مادة إعلامية جيدة، مادة إعلامية نافعة جيدة تتوافق مع وظيفة الإعلام الحقيقية. مو مهم تكون شهيرة أو مشهورة أو لا أبدا. المجتمع جزء من الحل والمشكلة؟ المجتمع لا، هو يفترض أن يكون جزء من الحل طبعا أكيد. كلمة أخيرة توجهها للمدمن إنه يروح يتعالج، ماكو عنده حل غير إنه يروح المستشفى يتعالج. كل حل ماكو، أي حل يطرحه مرات يخابروني زين اسوي هيك، مو اني عندي طبعا يطلع اعذار ايش قد، مو اني عندي دوام، مو اني عائلتي من يصرف عليهم، وانت جاي تاخذ من اكل عائلتك وتصرف على وضايع، فهسه من دي تتعالج قمت تفكر بعائلتك، فاقول له روح الزم باب المستشفى احسن لك، لا تدوخني وتعبني كلش يعني، فيتعبك. هسه انا عندي فقره ثانيه اسمها بريك. هاي الفقره نعم اكو قطعه كاكاو قدامك، راح تذوق هاي القطعه زين، وراح تقول لي حلوه، إذا حلوة راح تقول لي شيء حلو، وإذا مرة راح تقول لي شيء مر، وأتمنى تطلع حلوة. حكينا هاي هي كيكة غير مفروض تكون حلوة لو شنو أنتوا لو هاي القطع، هاي شايفة القطعة مالت هاي القطعة ذني، فأنت وحظك اليوم. جيد يعني أتمنى تطلع حلوة. والله أنا ما أتمنى تطلع حلوة، أنا ما أحب المرارة يعني. تقدر توخر المايك حضرتك. يعني أعتقد حلوة. يا الله هم زين. يلا شيء حلو. يعني شيء حلو شنو؟ قولين مثلا. أي شيء مثلا نصيحة، كلمة، أي شيء، أمنية. يعني أنا أتمنى أمنية طبعا أكيد أمنية، مع احترام لكل التوجهات كل الأيديولوجيات، أتمنى للناس أن تسمع موسيقى دائما. الموسيقى علاج حقيقي لكثير من الأشياء. الإنسان اللي يسمع الموسيقى هذا إنسان رائع. أكو وحدة من كلمات شكسبير أعتقد بعد المسرحيات، أعتقد على ما أظن، يقول له يحكي عن الحاكم، يقول له أنه ظالم لا يسمع الموسيقى، مجرد أنه ما يسمع الموسيقى فهو إنسان ظالم يعني. ولا ننسى المقولة الشهيرة مال الموسيقى غذاء الروح. غذاء الروح. عصام كشيش، شكرا لك. شكرا لك، شكرا ممتن جدا لهذا الحوار، لهاي المنصة، هذا الحوار الجميل. أنا دائما أكد على أنه الحوارات تكون دائما، وأنا أثنيت عليك مقدما يم السيد المخرج، قلت له جيد أنه تدير حوارات مع أشخاص مختلفين بالتوجهات، بالذائقة، بالسلوكيات أيضا في يوم واحد. أنت كان عندك حوارين اليوم مع ضيف سابق قبلي مختلفين تماما. هذه عملية الفصل هي عملية تحتاج إلى ذكاء وتحتاج إلى إحساس حقيقي ولا تصرف مهني حقيقي إعلامي، فالله يوفقك. شكرا لك أستاذ، هذه شكرا. الشهادة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.